سلام الله عليكم متابعينا الكرام مشاهدينا الافاضل، حياكم الله اينما كنتم واينما وجدتم. واليوم في فيديو جديد ودوله جديده وتاشيره جديده. وهذه المره سنتحدث عن ملف فيزا كوسوفو بالنسبه للجزائريين ولكل العرب. ولمن لا يعرف، دوله كوسوفو هي دوله من دول شرق اوروبا، تحدها كل من الجبل الاسود مونتينيغرو يعني، وصربيا ومقدونيا. وهذه الدولة تعتبر يعني من أسهل الفيزات بالنسبة للجزائريين. وهذه الدولة فيما مضى يعني حتى عام 2015 كانت بدون فيزا للجزائريين، ولكن مع الأسف قامت هذه الدولة بفرض فيزا على الجزائريين نتيجة يعني بالنظر إلى أن أعداد كبيرة من الجزائريين كانوا يذهبون إلى دولة كوسوفو وبعدها يصلون إلى دول الاتحاد الأوروبي. وبدون إطالة مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، هذا هو الملف الخاص بتأشيرة دولة كوسوفو بالنسبة للجزائريين ولكل العرب عموما. أولا، استمارة طلب الفيزا الخاصة بدولة كوسوفو يتم سحبها أو طباعتها أو تحميلها من سفارة كوسوفو بالقاهرة. ثانيا، صورة شمسية حديثة يعني بخلفية بيضاء مقاس 5x5. جواز سفر صالح لا تقل مدة صلاحيته عن 6 أشهر. نسخة عن الصفحة الأولى الخاصة بالمعلومات الشخصية لجواز السفر. حجز فندقي مؤكد. حجز طيران يعني مبدئي ذهاب وعودة. التأمين الدولي على السفر. وأخيرا، دفع شهادة العمل والحساب البنكي يعني لا يقل عن 2000 أورو. ثم بعدها دفع تكاليف الفيزا المقدرة ب$40 أمريكي. ويعني يتم دفع هذا الملف في سفارة كوسوفو بالقاهرة يعني في مصر، لأنه أغلب الدول العربية لا تملك سفارة كوسوفو. الجزائر ليس لديها سفارة أو تمثيلية لكوسوفو، يعني هنا في الجزائر ما عندناش تمثيلية لدولة كوسوفو. كذلك تونس، ليبيا، المغرب يعني أقرب سفارة لهذه الدول أو لدول المغرب العربي هي موريتانيا. كما أن دولة كوسوفو تملك يعني سفارة لها وتمثيلية دبلوماسية لها في تركيا والسعودية. ونحن عموما يعني هنا في الجزائر وكل دول شمال افريقيا يعني تونس، المغرب، موريتانيا، ليبيا، يتم دفع الملف على مستوى تمثيلية او سفارة دولة كوسوفو بالقاهرة. هذه الدولة يعني تعد معبر يعني سهل من اجل الذهاب او الوصول الى دول اوروبا الغربية. ونتمنى بالتوفيق للجميع. سلام.